دايما كده في السؤال الأزلي ده، بتحب الصيف أكتر ولا الشتاء؟ كل واحد فينا عنده إجابة جاهزة وقاطعة، والموضوع ممكن يبان بسيط قوي، يعني مجرد تفضيل شخصي وخلاص. بس الحقيقة إن وراه قصة أعمق بكتير من اللي نتخيله. طيب خلينا نبدأ بالشكاوى اللي كلنا عارفينها. لما بنقول صيف أول حاجة بتيجي في بالنا إيه؟ الحر، العرق، التلزيق، الخنقة اللي بتخلي الواحد حاسس إنه مش طايق هدومه. ومن ناحية تانية الشتاء. الشتاء يعني برد قارس، والشوارع اللي بتتحول لطين أول ما الدنيا تمطر، واليوم اللي بيخلص الساعة 5. ولو الواحد فكر يخرج يقعد على قهوة ينسى طبعا القعدة في الهواء الطلق. لا، بيدخل جوه في مكان مقفول ويحس بكآبة غريبة كده. بس الغريب بقى في الموضوع إن نفس الأجواء دي اللي ناس بتشتكي منها، في ناس تانية بتعشقها، يعني بتستناها من السنة للسنة. إزاي؟ طب إيه هو بقى السبب الحقيقي ورا الإحساس القوي ده؟ ليه بننقسم كده، فريق صيف وفريق شتاء؟ هل العيب في الجو، ولا الحكاية أصلاً جوانا إحنا؟ تمام. عشان نفهم القصة صح محتاجين ندخل أعمق شوية. الحكاية بتبدأ من جوه، من أول طبقة خالص في التفسير، وهي الحاجات اللي بتحصل جوه جسمنا ومخنا. بص، الموضوع بيبدأ من حاجة بديهية جدا. جسمنا، كل جسم وليه طبيعته. يعني قدرة تحمل كل واحد فينا للحر والبرد مختلفة تماماً عن التاني، ودي تعتبر نقطة البداية في كل القصة دي. في أجسام مثلا بتتعامل مع البرد بسهولة جدا عادي، وفي أجسام تانية لأ، بتحس إنها مليانة طاقة وحياة في الصيف. في ناس بتحس إنها كسلانة ومودها مش تمام خالص في الشتاء، وناس تانية على العكس مش بتطيق حر الصيف والطاقة الزيادة اللي فيه. فما فيش كتالوج واحد، كل جسم ليه رد فعل مختلف. بس الموضوع مش مجرد طبيعة جسم وخلاص، لا، ده في كمان كيمياء المخ. يعني مش بس إحساسنا بالبرد والحر، لا، ده في هرمونات بتلعب دور كبير قوي. يعني مثلا شوف تأثير الشمس. لما بنتعرض للشمس أكتر، زي ما بيحصل في الصيف طبعا، مخنا بيفرز هرمونات معينة مرتبطة بالسعادة والمزاج الكويس. عشان كده ناس كتير بتحس إنها أنشط ومبسوطة أكتر في الصيف. ده تفسير علمي مباشر. طيب هل ده معناه إن القاعدة هي شمس أكتر بتساوي سعادة أكتر للكل؟ لا طبعا، مش بالبساطة دي خالص. لأن في ناس تانية خالص. بالنسبة لناس كتير الشتاء ده هو الراحة النفسية، الهدوء، قلة الدوشة، الإحساس بالاستقرار. كل ده بيخليهم في حالة مزاجية أحسن بكتير. يعني السعادة بالنسبة لهم في هدوء الشتاء، مش في صخب الصيف. وهنا بقى بندخل على مستوى تاني من التحليل. شخصيتنا نفسها بتختار إيه؟ هل في علاقة بين كون الواحد انطوائي أو اجتماعي وبين حبه لفصل معين؟ بص، الشخصية اللي بنقول عليها اجتماعية، اللي بتحب الحركة والزحمة والخروجات والطاقة، غالباً بتميل للصيف، ده عالمها. أما الشخصية الهادية اللي بتحب الروقان والتأمل والقعدة في البيت بكوباية حاجة سخنة، دي غالباً بتلاقي نفسها وراحتها في الشتاء. تمام، يبقى كده عندنا الجسم والمخ والشخصية. بس استنوا، لسه في سبب أعمق من كل ده بكتير. سبب ممكن يكون هو اللي بيحرك كل حاجة، وهو الذكريات. تقرير الطقس الشخصي بتاع كل واحد فينا. كل ذكرى مرتبطة بجو معين. في مقولة بتلخص كل ده: إحنا مش بس بنتفاعل مع الجو، إحنا بنتفاعل مع تاريخنا مع الجو ده. يعني الإحساس اللي بنحسه دلوقتي مش سببه درجة الحرارة اللي على الموبايل، لأ، ده رد فعل على تاريخ كامل من الذكريات والمواقف والأحاسيس اللي عشناها في نفس الفصل ده قبل كده. الحكاية بتمشي إزاي؟ بسيطة، بتحصل لنا تجربة معينة سواء حلوة أو وحشة. مخنا بذكاء بيربط الإحساس القوي بتاع التجربة دي بكل حاجة حواليها، ومن ضمنها الفصل اللي حصلت فيه، وخلاص الرابطة اتعملت. بعد كده مجرد ما الفصل ده يرجع تاني، المشاعر القديمة دي كلها بترجع معاه بشكل تلقائي. يعني مثلا ممكن حد بيعشق الشتاء مش عشان بيحب البرد، لا، عشان الشتاء دايما بيفكروا بلمات العيلة الدافية وأجواء الأعياد السعيدة. وعلى العكس تماما، ممكن حد تاني بيكره الصيف موت عشان حصلت له تجربة سيئة في الصيف زمان. حتى ريحة المطر ممكن عند حد تفتح باب لذكريات جميلة، وعند حد تاني تفتح باب تاني خالص. نفس الحاجة بس مشاعر مختلفة تماما. طيب بعد كل ده نوصل لإيه؟ نوصل إن السؤال أصلاً شكله غلط. الموضوع أكبر من مجرد طقس بنحبه أو بنكرهه. مفيش حاجة اسمها إحساس صح وإحساس غلط. كل واحد فينا بيحس بالدنيا بشكل مختلف، وده طبيعي جداً. إحساسنا ده نتيجة قصة كاملة، قصة جسمنا وشخصيتنا وكل ذكرياتنا. والحاجة الجميلة في القصة دي إن مشاعرنا دي مش حكم نهائي، يعني ممكن تتغير. تجربة جديدة واحدة، موقف حلو واحد، ممكن يقلب موازين حبنا وكرهنا لفصل معين للأبد. علاقتنا بالفصول بتتطور زينا بالظبط.
وده معناه إننا غالباً طول الوقت ده كنا بنسأل السؤال الغلط. السؤال الحقيقي مش إيه الفصل الأحسن، لأ، السؤال الأهم هو إحنا بنكون مين في كل فصل. كل فصل بيطلع مننا جانب مختلف، شخصية مختلفة، ولما نفكر فيها كده بنكتشف حاجات عن نفسنا أكتر بكتير من مجرد معرفة إحنا بنحب الحر ولا البرد. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك في القناة واللايك والشير، واكتبوا لنا في التعليقات أي حاجة محيراكوا وهنعمل عليها حلقة مخصوص.